حطي المشبك على السكينة زي ما انت شايفة كده، وبجد بجد هتدعيلي. فيديو النهاردة مليان أفكار وحيل، وبإذن الله هتطلعي منه مستفيدة حتى لو بفكرة واحدة. بس يا ريت تصلي على النبي في الكومنتات وتقوليلي بتتابعيني منين. الفكرة الأولى، كلنا بنعاني بقى من الكمكمة اللي بتبقى في الكيس بتاع المكنسة. بتطلع علينا ريحة صعبة جدا واحنا بنكنس السجادة أو بنكنس أي حتة يعني في البيت. بتبقى الريحة بتاعت الكيس بتاع المكنسة صعبة قوي اللي بتطلع علينا. كل اللي هنعمله هنجيب عود قرفة زي ما انتوا شايفين، عود خشب، قرفة خشب يعني. وهتحطوا عليها فانيليا سايلة. هتشبعوا بقى العود الخشب ده بتاع القرفة بالفانيليا السايلة زي ما انتوا شايفين كده. وهتحطوا من جواه برضو. وكل اللي هتعملوه ان انتوا هتحطوه جوه الكيس بتاع المكنسة. بجد بجد عمركم ابدا ما هتطلع عليكم ريحة كمكمة او ريحة تراب. بالعكس، الريحة اللي هتطلع عليكم ريحة قرفة مع فانيليا. وهتكوني بتمسحي كده وانتي مرتاحة من غير ما تطلع عليكي اي ريحة مش لطيفة يعني. الفكرة اللي بعد كده، في ناس يا جماعة نظرها ضعيف جدا بجد بجد، وبتعاني من حتة إبرة الخياطة دي. بالذات بقى أمهاتنا اللي يعني بيقعدوا بقى يخيطوا لنا في الحاجات القديمة اللي اتقطعت، او يعني بيعانوا جدا من صعوبة لضم الإبرة. كل اللي هنعمله هنجيب ورقة زي ما انتوا شايفين، اي ورقة كده، وهنتنيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بحيث يبقى ليها بوز كده. البوز ده احنا هنطلع منه طرف الخيط زي ما هيبان قدامكم دلوقتي، زي ما هيكون باين قدامكم دلوقتي. بجد بجد الفكرة دي أحسن فكرة، مناسبة جدا للضم الإبرة بتاعة الخيط. بصوا كده، شايفين طرف الخيط هيبقى موجود دلوقتي اهو من الناحية التانية لما حطيناه في الورقة من جوه اهو. يا ريت ما تجروش الفيديو وتتابعوني للنهاية، وبجد بجد هتستفيدوا. بس ما تنسوش بقى تحطوا اللايك. هنجيب بقى الإبرة. عايزة اقول لكم هنحاول كده ان احنا ندخل طرف ال الورقة في الإبرة زي ما انتوا شايفين كده. حتى لو اتنت معانا هنحاول نفردها تاني وندخلها لحد ما هتدخل بإذن الله. هتدخل يعني، ما تيأسوش، هتدخل يعني هتدخل اهو. دخلت زي ما انتوا شايفين كده الورقة. مجرد لما الورقة هتدخل هنسحب بقى طرف الخيط على طول من الورقة اهو. على طول سحبنا طرف الخيط. لو مهما كان بقى في صعوبة في لضم الإبرة، ومهما كان النظر ضعيف، بجد بكل سهولة هندخل الخيط في الإبرة زي ما انتوا شايفين. يا ريت تكون الفكرة عجبتكم وتحطوا لي لايك. الفكرة اللي بعد كده، عايزين بقى يا جماعة كلنا كده يكون عندنا الكور دي من ورق الفويل او ورق الألمونيوم، بأحجام مختلفة. يعني نعمل مثلا كرة كبيرة شوية، كرة وسط، كرة صغيرة. هقولكوا انا بستخدم الكور دي في ايه. بجد والله العظيم يا جماعة، الكور دي احسن مادة حافظة البقوليات او الرز او لأي حاجة. الفكرة اللي بعد كده هي كلنا يا جماعة الشاشات بتاعة الموبايل بتاعتنا بتبقى، شاشة الموبايل بتاعنا يعني بتبقى مبصمة كده ومطبعة. واحسن، مش هجيب طبعا اي حاجة امسحها بيها مية او جلانس او كده. احسن طريقة لمسحها هي الكمامة. هنجيب اي كمامة كده خلاص عندنا، وهنبتدي نمسح الشاشة بكل سهولة من غير ما احط اي حاجة، من غير ما احط حتى مية ولا اي ملمع زجاج خالص. بصوا يا جماعة الفرق بين نص الشاشة دي ونص الشاشة دي. مجرد بس بمشي الكمامة على الشاشة زي ما انتوا شايفين. تنفع بقى في شاشة التلفزيون، شاشة الكمبيوتر، اي شاشة. بس هتمشوا الكمامة على الشاشة كده وهترجع. بصوا عاملة ازاي، بتلمع ازاي. ما حطيتش اي حاجة يا جماعة. احسن حاجة في تلميع الشاشات هي الكمامة. اعتمديها عندك وبإذن الله جربيها هتعجبك. الفكرة اللي بعد كده، أحيانا بيتكب مننا زيت على الأرض أو على الرخام، أو حتى لو ممكن لا قدر الله بيضة تتكسر مننا غصب عننا تقع. عايزة أقول لكم اوعي تجري تجيبي فوطة مبلولة وتمسحي بيها الزيت أو البيض المكسور. أحسن طريقة إن انتي تمسحي بيها الزيت أو البيض المكسور، هتجيبي شوية دقيق. شوية دقيق بس كده هتكبيها على بقعة الزيت او شوية البيض اللي اتكبوا منك. طبعا بيض مع مية يعني زفارة صعبة، وزيت مع مية برضو يعني تليط للأرض، والأرض مش هتتمسح بسهولة أبدا. هتبتدي بقى تعملي حركات دائرية كده بالدقيق. كل الزيت هيجي، الدقيق هيمتصه، ومش هتلاقي أثر ليه حرفيا.
المكان اللي اتكب فيه زيت هيرجع زي الفل. كل اللي هتعمليه بس هتجيبي فوطة، بصوا يا جماعة اهو الزيت كله اتلم، بقعة الزيت كلها اتلمت في الدقيق زي ما انتوا شايفين. هتجيبي فوطة وهتمسحي الرخامة وهترجع زي الفل، سواء بقى على الرخامة سواء على الأرض، أي حتة. الفكرة اللي بعد كده أحيانا بنبقى عايزين نعمل سندوتش جبنة بالخيار، بس مش عايزين ناخد الخيارة كلها، مجرد بس عايزين كام شريحة كده من الخيار وبس. مش هينفع طبعا نحط الخيارة كده مفتوحة عشان هتدبل في التلاجة. تمام. ايه احلى فكرة هنعملها؟ زي ما انتوا شايفين كده، هجيب الجزء اللي هو في اول الخيارة زي ما انتوا شايفين، وهجيب خلة اسنان وهدخل الخلة في الخيارة بالشكل ده، واحطها في التلاجة كأني ما عملتش اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده. وهستخدمها بقى تاني، والخيارة مش هتدبل ولا اي حاجة، وطبعا مش هنرميها. خلاص. الفكرة اللي بعد كده دي فكرة بقى يا جماعة للطوارئ الأولية في المطبخ. كل اللي هعمله هجيب كيس واحط فيه شوية دقيق، وهبرم الكيس كده. خلاص. حبة كده من الدقيق، وهبرم الكيس كده كويس قوي. تمام. وهقول لكم بقى هنعمل بيه إيه. الفكرة دي حلوة جدا، ان احنا بس كل اللي هنعمله هنحط الكيس ده في الفريزر، ولا قدر الله بمجرد لما يجي عليكي مثلا مثلا طرطشة زيت لا قدر الله، او تتلسعي من السخونية بتاعة الحلة، كل اللي هتعمليه ان انت هتطلعيها من الفريزر وهتحطي فيها ايدك على المكان اللي فيه الحرق، هيهدى. وبجد بجد هتحسي بتحسن بسرعة جدا. الفكرة اللي بعد كده هي، بصوا يا جماعة كلنا كده عندنا سبت الغسيل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا فيه كام عين، انتوا شايفين فيه كام يعني مخرم، كام خرم. بصوا بقى يا جماعة، انا بستخدمه في ان انا بحط فيه الشرابات او اي ملابس داخلية انا مش حابة ان انا انشرها على الحب. الفكرة اللي بعد كده يا جماعة، كلنا طبعا كشعب مصري بنحب نحتفظ قوي بالبرطمانات الازاز دي، وبتنفعنا في حاجات كتير زي التخليل، زي ان احنا نحط فيها سمنة. في برطمانات اللي ما بقدرش ادخل فيها ايدي عشان اغسلها او عشان يعني ان انا اشطفها، فكل اللي هعمله هجيب مضرب سلك زي ما انتوا شايفين، وهلفه بسلك الالومنيوم زي ما انتوا شايفين، وابتدي ادخل المضرب وادعك بعد طبعا لما احط السلك في المسحوق الصابون يعني، وابتدي ان انا الف كده بحركة دائرية، هينضف وهيبقى زي الفل. الفكرة اللي بعد كده، الأجهزة الكهربائية عندنا في المطبخ زي الكبة زي الخلاط، ساعات كده بيبقى فيها اتساخات في مناطق أنا مش إيدي مش قادرة توصل لها، في نفس الوقت ما أقدرش أشطفها تحت الحنفية، ما أقدرش لأن دي أجهزة كهربائية طبعا. فكل اللي هعمله بخلة الأسنان يا جماعة هعمل كده، هتطلع بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. أنا بالراحة كده بمشي خلة الأسنان على الحتت اللي هي الضيقة دي. بصوا كل حاجة بتطلع بكل سهولة. يا ريت بقى تحطي لايك لو وصلتي للجزء ده من الفيديو، وحطي المشبك على السكينة زي ما انت شايفة كده، وبجد بجد هتدعيلي. فيديو النهاردة مليان أفكار وحيل، وبإذن الله هتطلعي منه مستفيدة حتى لو بفكرة واحدة. بس يا ريت تصلي على النبي في الكومنتات وتقوليلي بتتابعيني منين. الفكرة الأخيرة في فيديو النهاردة بجد فكرة عبقرية، وبإذن الله بإذن الله هتدعيلي بعدها. بس يا ريت بقى يكون عندك حتة صنفرة زي ما انت شايفة كده، بتجيبيها من عند أي موان. خلاص. وبتقطعي جزء صغير منها كده، وهيكون عندك مشبك كده أي حجم، مش شرط مشبك يعني بالحجم اللي أنا جايباه كده معايا في الفيديو. وهنحط حتة الصنفرة في المشبك زي ما انت شايفة كده. وهجيب اي بقى سكينة عندي انا محتاجة سنها، وهبتدي ان انا امشي بالمشبك كده على سن السكينة، عشان انا بعمل كده مسن ببلاش للسكينة. طبعا انا مش هينفع امسكها واسنها بايدي، طبعا انا بحط المشبك ده بديل لايدي عشان ما اجرحش ايدي، لان السكينة عايزة اقولك هتبقى حامية جدا جدا، وبجد بجد هتنفعك قوي مثلا وانتي بتقطعي لحمة والعيد الكبير جاي، لاي حد مثلا هيذبح او كده. بجد بجد فكرة عبقرية واعتمديها عندك. بس بقى يا ريت تصلي كده على النبي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.